انصح كل مرة ما تخاف الا من اللي خلقها. من ايه بدها تخاف؟ من الرجال بتعميلها اولادها او بهددها بنقاط ضعفها. شو نقاط ضعف المرأة؟ شو هن؟ المرأة بعمرها ما كانت ضعيفة، المرأة اقوى مخلوق خلقه الله. بالرغم من هالشيء عندها نقطة ضعف وحدة. اذا الولد بده يهين المرأة ياخذوا الرجال وتضلها كرامتها عالية. اذا الاديان عززت المرأة، جميع الاديان، وعلوا المرأة جاي الرجال يهينها، كائن بشري مثله مثلها، بل هي اقوى منه وبكتير، اقوى منه بكتير شغلات. ما بدي اقول اقوى منه، ليه ما بتقولي متساوية هي وياه؟ كلا هي اقوى منه. انت فيك تسهر بالليالي على ابنك وتقوم تاني يوم على شغلك وترجع تعزل البيت سوري بهالكلمة، وتحفظ وتطعمي وتدرس وتشتغل برا وجوا، واخر الليل سوري يا مالك جاهزة لجوزها بكامل انوثتها. شوية احترام، شوية قيمة لهالمرة، شوية كرامة، بدل ما النسوان كثير مجوزين ورجالهم بتقتلهم وبياكلوا قتل بشراسة وبيبقوا اولادها صبايا. ما في نقاش معها، تحية لها. بهذا المجتمع اللي عم تحكي عنه في بعض العادات، بعض الخصل هي حكر على الرجل. بنظري انا المرأة ما في شيء عليها حكر، مثلها مثل الرجال. لما بتنزل على معترك الحياة وبتشتغل وبتسانده وبتحط كتفه على كتفه وبتربي له اولاده، واخر الليل بتبقى ناطرته تتعاملوا سي السيد، فما بعتقد في شيء حكر عليها ابدا. مالك ولا شيء، يعني ولا شيء حكر على المرأة. بيسهر، في نسوان بتسهر، بيظهر، صار بسبب الرجل في نسوان كثير بتخون رجالها. صرنا بوقت المرأة مثل الرجل، وهو اللي وصلها لهون. المرأة يا مالك خلقت مرأة، والرجل هو اللي بيخليها تصير زلمة. بس المرأة تكون منتفضة هيك، شو اللي بخليها؟ المرأة الكائن الضعيف، الضحية، المرأة التي تقتل، المرأة التي تعنف، المرأة التي تهان، المرأة التي تتصادر حقوقها. شو اللي بخليها تصير امرأة اليوم مثل حنان سيرة؟ عدم وجود رجل، عدم وجود الرجل ليعزز، عدم وجود الرجل او الرجل المعنف هو اللي بخليها تصير هيك. توصل لمرحلة المرأة بصير يا بدها تخضع كرمال اولادها، يا بدها تستأسد وتقول له حل عني بقى، انا بربي وانا بعمل وانا اقوى منك والله خلقني قوية وبدي ضل قوية. وخلصت عندي. وانا مرة عايشة بلا رجال وبعيش بلا رجال مدى عمري. ولكن الرجل يكمل المرأة، يعني هي علاقة تكاملية مش علاقة ندية. تكاملية، بس إذا اضطرت المرأة إنه تكون هي رجل وامرأة بتكون، ما في شيء بيمنعها أبدا. المرأة فيها توقف علاقة ندية مع الرجل؟ أكيد، بده يفتح مشكل نفتح مشكل. كيف تفتح مشكل؟ إذا هو فتح مشكل، تلاسم بالكلام مثلا. ممكن مرأة تلاسم بالكلام؟ ممكن، ليش مش ممكن؟ لك واحد يسبني ضلني سكتت له؟ ليه؟ إنه أنا عندي أنثى؟ ما أنت ما احترمت الأنوثة اللي عندي تتسبني بالطريق، فأنا ليه بدي أسكت لك؟ رضوخ ولا الشرق؟ شو ممكن يصير؟ يصير مثلا نقول ضربة سيارة، اكسيدون سيارة. ايه معروفين الرجال بيبقوا حنشين اسم الله، بينزلوا هيك معصبين، عرفت كيف؟ ضربت السيارة مانك شايفة، ما بتعرفي تسوقي، ما بتعرف تنزل. مثلا أنا بنزل بقول له هدي، في اسيورانس، ببلش بكبر بالكلام، كبر بالكلام، سب أهلي لا سمح الله، سب أمي بسب أمه، بده يتلاسن بدي أتلاسن، ليه بده يدعس لي أنوثتي بالشارع قدام ملايين العالم لا يحترم امرأة؟ وهو عنده ام وعنده اخت وعنده مليار شغله، واللي عملته ام على هالدنيا ما بده يحترم كل هالشغلات، بده يتطاول على انثى بالشارع. ليه الانثى بدها تضلها ساكته؟ هل اذا سكتت معناتها هي حافظت على انوثتها؟ بس هي بدها تشتم بالمقابل، فيها ترد عليه بطريقه يمكن. ما هو بترد بالرواق، بس عندك عالم مالك ما بيمشي الرواق معهم. بترد مثل ما بيرد، بده يضرب بضرب، مثل ما بيعاملني بعامله، مثل ما تعدى علي كف بس فوق كف، ضربني بوكس بضربه، بده يفتح مشكل يقتل بخبط وبلبط فيه. تضربيه؟ بضربه كفين وثلاثه. اي رجال بهين مرة بالطريق بياكل قتله. بيستهاب. المرأة لا تهان يا مالك. اكيد لا تهان، ولكن الرجل بيستهابك، رجل الشارع يستهاب ولا عمره ما يستهاب، هو اللي بلش بالمشكل وقلل الاحترام وما حفظ ادبه ولا صان تربية امه بالبيت، وتعدى على مرأة، المرأة بتتعدى عليه. بس اذا كان رجل قليل الادب، رجل شارع في قليل دولة الادب، ما في دولة انا بربيه. الرجل المحترم اصلا ما بيمد ايده على مرأة، مين ما كان يكون، كانت مرته ولا صاحبته ولا بالشارع. الرجل المحترم اللي عنده احترام لحاله قبل ما يكون للمرأة ما بيرفع ايده وبيمد عليها كف، واللي بيضرب مرأة منه رجال.
اكيد، بس رجل شارع لما بده يفتح مشكل بده يضرب المرأة ممكن تطلع بالسيارة وخليني امشي. ايه مرة هيدي هبلة مسطولة بتكون تاكل لها كفين وتمشي. انا ما بقبل على حالي، اذا نسوان غيري بيقبلوا ياكلوا قتل بالطرقات وقتل من رجالهم وعم يتكسروا ويتدمموا وينهانوا قدام العالم وقدام اولادهم وبعدهم ساكتين بقول لهم فيقوا المرأة مثل الرجال. عباس قال لك قبل شوي بقصصها، كيف تقصها لمرتك؟ اذا عذبتك هلا كلامك انربط لسانك يا عباس، تشتغل انربط لسانك. مش انربط لساني. شوف هي عم بتقول انه لما مرأة توقف تحط النقط على الحروف. شوف فيش عندي مرأة انا متساوي مع الرجل. ما عم تقدر تقول كلمة بقى يا عباس. مين ولا لك اياه الكلام؟ ليه خليتك تبلع بريقك؟ ما بلعت بريقي، انا عم بتسمع لها.